مرة جملتين أثروا فيا جدا. مرة واحدة جت قالت لي أنا لما بحضن نفسي وأطبطب عليها بحس قد إيه إن أنا استريحت، لأني فعلا بحس في الوقت ده إن أنا بحب نفسي. على النقيض مرة حد جه قال لي أنا كرهت نفسي في اليوم اللي أنا عرفته فيه، أنا من ساعتها ما بقتش أصلا عايزة أقعد مع نفسي، ما بقتش حتى عايزة أشوف نفسي في المراية. اختلاف الاتنين إنك عديت بوقت أو كان صعب مع شخصية صعبة خلتك تفقد الثقة بنفسك. مش بس كده، لا هي اوقات كمان بتخليك انت مش عايز تفتكر نفسك خالص ولا عايز تعدي تاني بالوقت اللي انت عديت بيه. مش دايما علاقاتك الغلط هي اللي بتوصلك للمرحله دي، اوقات كتيره طريقه تربيتنا بتوصلنا لنفس النتيجه. طب امتى اعرف ان انا بقيت شخص سام جوه نفسي؟ اللي انا بعمله ده بيدمر نفسي شويه بشويه. اول ما تلاقي نفسك من ان انت اتغيرت، من ان انت بقيت بدل ما تهتم بنفسك ما بقتش ده فارق معاك خالص، ما بقاش فارق معاك مظهرك، ما بقتش فارق معاك تشتري ايه ولا تعمل ايه ولا تجيب ايه. لما بقيت بتهتم برأي الناس اكتر من رأيك انت في نفسك، لما بتنسى حدود الناس في حياتك، بتسمح لأي حد رايح او جاي يتدخل في حياتك من غير ما توقفه، اعرف كده في الوقت ده ان انت بقيت من اكتر الشخصيات المضرة لنفسها. بقيت انت تحولت لشخصية سامة من كتر اللي حصل فيك. طب ايه اللي انا اقدر اعمله دلوقتي النهارده علشان اوقف ده في حياتي؟ رقم واحد، انت لازم تعترف ان اللي حصل في حياتك ده مش لازم يكون موجود. انا ممكن اكون عديت بوقت صعب، بس انا مش هينفع اكون شخصيه سامه على نفسي. لازم تاني حاجه تعرفها ان كده كده الناس عمرها ما هتكون مرضيه، فما يفرقش معاك راي الناس في نفسك. اهم حاجه انت شايف نفسك ازاي، انت حاسس بقيمه نفسك، انت حاسس ان انت بتتقدم يوم عن يوم، ولا انت ما بقتش حاسس بقيمه نفسك. تعرف حدودك كويس قوي وحدود الناس في حياتك. اوعى في يوم تخلي حد يتعدى حدوده في حياتك. رابع حاجة لازم تعملها انك لازم تعرف ان انت شخص محبوب، انت محبوب لنفسك ومحبوب لله، محبوب قبل اي حاجة تانية. لان عمر ما الحب بتاع الناس اللي حواليك هيعوضك عن حبك لنفسك، وانت عمر ما حبك لنفسك هيقدر يدي للناس اللي حواليك طول ما انت مش حاببها. اهم حاجة في الحب انك تكون انت اللي بتحب نفسك. اول ما تحس باي خطر او انك بقيت شخص ضار على نفسك، شخص سام، لازم توقف ده، لازم تعترف بده في حياتك النهارده. ان انا عديت بوقت صعب، بس الوقت الصعب ده مش لازم يخليني اكمل كده على طول. كنت مع إريني كرم من قناه موزايك. لو لسه لغايه دلوقتي ما عملتش لايك وسبسكرايب، يلا الحق اعمل اشتراك للقناه وشارك معانا في شهر العلاقات السامه وتاثيرها على حياتنا.